بلاد النوبة في جنوب مصر بلاد تحمل من التاريخ ومن الحضارة الكثير، ولكن وللأسف ولجهل شديد يجب أن نعترف به لا نعرف الكثير عن حضارة النوبة ولغتها وثقافتها. ولكن حياة أهل النوبة اختلفت تماما في التاريخ القديم عنها في التاريخ الحديث. ولنقل أن مشكلة أهل النوبة، المشكلة التي يتحدث عنها حتى هذه اللحظة، بدأت مع بداية 1902 لما جم يعملوا سد أسوان. هنا بدأت موجة التهجير الأولى، قرى بأكملها وأسر بأكملها تنتقل إلى مكان آخر بسبب فكرة محاولة تنظيم المياه، إنه مياه النيل تنظم وتحمى مصر من تلك الفيضانات أو الإغراق الذي كان يحدث. ثم حدثت تعلية أولى وتعلية تانية للبحيرة وللسد، مما استتبعها تهجير وراء تهجير. وجه المشروع القومي العظيم لمصر، مشروع السد العالي، الذي كنا وما زلنا نعرف أهميته بالنسبة للأرض وللبشر. إنما وللأسف الشديد أهل النوبة بيعتقدوا ربما أن مشروع السد العالي كان وبالا عليه. نعم، مصر استفادت، الكل استفاد إلا هم الخاسرون في كل هذه القصة. قرى بأكملها نقلت وهجرت ولم يعودوا إلى هذه اللحظة إلى وطنهم. مشكلة أهل النوبة يبدو أنها ليست فقط مشكلة إعادة التوطين في المكان، ولكن ربما تمتد إلى إحساس بالاضطهاد، بالعنصرية، بنظرة دونية من كل أفراد الشعب المصري وتحديدا الحكومات المتعاقبة. إلى أي مدى هذا الإحساس يعبر عن حقيقة أم يعبر عن مبالغة لا حق لهم فيها أبدا؟ اسمحوا لي يكون معانا معظم ضيوفنا النهاردة من أهل النوبة بآراء مختلفة وتجارب مختلفة. نبدأ بالأكبر سنا ربما أستاذ خبير جمال القيادي النوبي، أهلا بحضرتك. مرحبا، أهلا وسهلا. أيضا معنا أستاذ حجاج الدول الكاتب والروائي النوبي أيضا، أهلا بحضرتك أستاذ. مساء الخير. معنا أستاذ مسعد هركي رئيس النادي النوبي العام، أهلا بحضرتك أستاذ مسعد. بيك. وأخيرا أستاذة منال الطيبي مدير المركز المصري لحقوق السكن، أهلا بيكي، منظمة المؤتمر اللي بيعقد في هذه الأثناء لمناقشة أحوال النوبة، التوطين والتطوير، أهلا بيك. أهلا. أستاذ خبير جمال، النوبة بتحمل والنوبيين بيحملوا سنوات، شايفها سنوات من الظلم ولا سنوات من قلة الحظ؟ هي بالتأكيد سنوات ظلم. وممكن يعني أسرد وقائع الشعب النوبي كيف تعاملت الحكومات المصرية مع القضية النوبية من 1902 حتى بناء السد العالي. من المعروف أن هناك في منطقة النوبة المشروعات القومية الكبرى اللي استفاد منها الشعب المصري. أول مشروع قومي هو بناء الخزان في سنة 1902. عند بناء الخزان النوبة يبدو لي أرى من المناسب أولا أن أعرف المستمع من خلال شاشة الدليل، مع شكر جزيل على هذا الإعلام الطيب. شكرا. أعرف المستمع أو المشاهد من هم أهل النوبة أولا. تفضل. أهل النوبة هم أولئك الذين كانوا يعيشون على ضفاف بحيرة ناصر على التسمية الأخيرة، أو على النيل بمعنى أصح، بدأ من الشلال الأول حتى وادي حلفة. عبارة عن 44 قرية نوبية تنقسم إلى قبائل ثلاث. القبيلة الأولى اللي كانت منسقة لمشروع الخزان قبائل الكنوز، ثم قبائل العرب، ثم قبائل الفديشة اللي بتبدأ من المنطقة الوسطى حتى حدود حلفة. بيتحدثوا بلغتين. اللغة الأولى اللي هي لغة الفديشة أهل القسم، اللغة الثانية اللغة الكنزية، ثم لغة العرب، لأن عندنا 5 قرى. يعني في لغة، مش لغة واحدة نوبية؟ لا، فقط لغتين. اللغة الكنزية اللي هو لغة المواطنين المناسقين لمشروع الخزان، 17 قرية.
كلها لغات منطوقة مش مكتوبة. لا مكتوبة، لها كتابات ولها كتب ولها فعاليات، وممكن أن تكتب وتقرأ وتدرس كلغة. ثم اللغة العربية بيتحدث بها مجموعة من قرى تطلق عليها قرى العرب، وهم أصلا قبائل نازحة من الجزيرة العربية عبر التاريخ كله، واستوطنوا هذه المنطقة. ثم أهل القسم اللي هم بيطلق عليهم الفديتشة، هناك لغتين، اللغة الكنزية ولغة الفديتشة، بيتحدثوا إن هي لغة متقاربة في حد ذاتها في مفرداتها. ممكن أن يتحدث الكنزي بلغة الفديتشة، وممكن أن يتحدث الفديتشة بلغة الكنزي. نعم. عاشوا هذه الفترة طويلة. الكثير من ملكات وملوك الفراعنة كانوا من النوبة. حضارة النوبة تمتد إلى 7000 سنة، لأن النوبة أصل مصر، والتاريخ بيقول كده. ورمسيس الثاني اللي موجود في أبو سمبل زوجته نفرتاري هي زوجة نوبية. فلما اقتحم هذه المناطق والفراعنة أقاموا المعابد على شاطئ النيل اعتمادا أصلا على الجذور النوبية اللي كانت موجودة هنا. في هذه الفترة أول مشروع أقيم في منطقة النوبة بناء الخزان، أنا بعتبره مشروع قومي. عند بناء الخزان تم إغراق 10 قرى، صرفت إليهم يعني تعويضات هزيلة، وترك لديهم الأمر يذهبوا أينما يشاءوا دون تخطيط في العهد الملكي قبل الثورة. وطبعا دي فترات كلها كانت فترات ظلم وإجحاف على قطاعات كثيرة من الشعب المصري اللي بسببها أصلا قامت الثورة المصرية. فبعد كده ابتدأ التعلية الأولى سنة 1912، تم إغراق قرى أخرى من قرى الكنوز وجزء من العرب. في كل مرحلة من مراحل تنفيذ هذا المشروع القومي الناس دي بتاخد تعويضات هزيلة جدا عن النخيل وعن المساكن اللي كانوا بيقيموا فيها على شاطئ النيل. تعويضات تقدر بكام تقريبا؟ يعني تعويضات، يعني اللي انا النهارده يعني قدمت وثيقه عمرها 70 سنه. نائب النوبه عبد الصادق عبد الحميد يتحدث في البرلمان المصري مع الباشوات، وبيتكلم عن الظلم اللي واقع عليهم في تقدير التعويضات. البيت النوبي ده النائب في برلمان في برلمان 36 وبيتحدث في غياب الدستور الظلم اللي وقع على أهل النوبة في تقدير التعويضات وعدم إقامة أي مشروع يلجأوا إليه عشان يستقروا في بلدهم. يصرفوا لهم تعويضات هزيلة، بمعنى البيت 15 في 8 حوش يعني مقدر 4 جنيه، في حين أن النوبي بيتكلف 20 جنيه في بناء مسكنه في سنة 36. وبعدين المياه الخزان لما بترتفع الناس بيلجأوا إلى الجبل في نفس الخط. رجعوا مسكوا زمام الجبال وأقاموا بيوت أخرى عشان يستقروا عليها، وبيعتمدوا في حياتهم اليومية على الثروة القومية من النخيل. النخيل كانت بتجود، المراعي الخصبة، الثروة السمكية. التعويض عن النخيل بكام مثلا؟ النخلة 10 ساغ 15 قرش. الكلام ده سنة 36 لا يذكر يعني. والتعويضات اصلا غير مجزيه اصلا بمقابل التضحيه بالارض اللي هو اصلا عايش عليها. ثم تطرق الامر بعد في التعليه الثانيه نفس القصه. التعليه الثانيه سنه 1903. طب اسمح لي استاذ خبير جمال، يعني ممكن حد يقول يا جماعه طب صحيح ربما كان ظلم وقع على اهالي النوبه من سنين طويله. يعني ليه عايزين تخلوا المصريين يعيشوا بعقدة الذنب تجاه النوبيين؟ ظلم